الأمني. يدلل على ذلك العدد الكبير من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها الجانبان في شتى المجالات، لكن هذه العلاقات شابه كما الكثير من علاقات الدول فيما بينها الكثير أيضا من المد والجزر منذ ما قبل الثورة الإيرانية وما بعدها وصولا إلى شهر عندما قام المغرب بقطع علاقاته مع إيران بسبب ما سماه الموقف غير المقبول من جانب الأخيرة وتدخلها في شؤون البلاد الدينية. اتهمت الرباط وقتها طهران بمحاولة تغيير الأسس الجوهرية للهوية المغربية، لكن سياسة الانفتاح التي أبدتها طهران منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم هو ما سمح بالتقارب الإيراني المغربي الأخير حسب ما يرى مراقبون. تظاهر هذا التقارب بالاتصال الهاتفي الذي تم بين وزيري خارجية البلدين في 4 شباط الحالي ليصل إلى ذروته بزيارة وفد برلماني مغربي العاصمة الإيرانية للمشاركة في مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. ما أهمية هذه الزيارة؟ وهل هي بداية لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين؟ نناقش هذا الموضوع مع الدكتور منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، هو معنا من الرباط. لكن اسمح لنا دكتور قبل التوقف معك بالنقاش أن نذهب إلى هذا التقرير أعده لنا من الرباط الزميل عثمان صديق. هي أبواب السفارة الإيرانية وسط العاصمة الرباط مغلقة منذ مارس 9 و2000، تاريخ الإعلان عن قطيعة دبلوماسية بين المغرب وإيران. وبعد 5 سنوات من الجمود شبه تقارب بين البلدين يلوح في الأفق على ضوء مجموعة من المؤشرات، أولها مشاركة إيرانية في اجتماع لجنة القدس في مراكش، وآخرها زيارة وفد برلماني مغربي إلى طهران. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل قوة إقليمية في المنطقة العربية والإسلامية واضحة. المغرب له حضور على مستوى العالم الإسلامي من خلال مجموعة من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية. هناك أيضا وحدة المواقف فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة. وإن بدأت الشمس تشرق في سماء العلاقة بين الرباط وطهران، فإن سحب الشك لا تزال عالقة في مواضيع حساسة على الأقل من وجهة نظر المغربية. بدون شك هناك مناطق توتر في هذه العلاقة، أولا بحكم أن المغرب يمكن أن يعبر من حين لآخر عن انزعاجه من بعض التيارات التي تحاول أن تصدر ما يصطلح عليه بالمذهب الشيعي في المغرب، ولذلك لابد من رسائل طمأنة في هذا الاتجاه من طرف دولة إيران الشقيقة. وإلى حين احتمال استئناف العلاقة بين الرباط وطهران يتفاعل الشارع المغربي مع الموضوع، فللبلدين قواسم مشتركة. العلاقات بين إيران والمغرب يمكن لها تطور وعلى الصعيد الاقتصادي. إيران كانت دولة صديقة للمغرب ووقعت بعض الخلافات. نرى حاليا أن المغرب وإيران تجاوز هذه الخلافات. المغرب كقوة في منطقة شمال إفريقيا وكإيران كقوة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا التقارب ما بين دولتين إسلاميتين قد يخدم العالم الإسلامي ككل. وبعيدا عن العلاقة البينية بين البلدين، يبقى السؤال مطروحا حول العوامل الخارجية التي قد تؤثر في تطبيع العلاقة بينهما. فأي توتر بين إيران ودول الخليج يسمع له صدى في الرباط، وهي